بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ان شاء الله هنعمل شوية حلقات كده للاكلات السريعة اللي ما تاخدش مننا وقفة كتير في المطبخ، لان طبعا اليومين دلوقتي الجو حر وفرهضة، فمش هنقدر نقف في المطبخ كتير، فعايزين نعمل اكل حلو وفي نفس الوقت ما ياخدش وقت. طبعا الصينية بتتكلم لوحدها، واهم من الاكل ايه؟ تظبيط الاكل. فالنهارده ان شاء الله هنعمل شويه حواوشي كده على السريع، ما ياخدوش 10 دقايق وقف في المطبخ، وفي نفس الوقت نتيجة مبهرة وتعجب كل الناس، ومفيش حد ما بيحبش الحواوشي، كبير صغير بيحب الحواوشي. يلا نعمله كده، نسمي الله ونستعين بالله، ونعمل بقى شوية حواوشي شوية سلطات، ونعمل كمان جنبها شوية سلطات كده على السريع. دايما الأكل حتى مهما تكوني عاملة أكل حلو حطاه كده مش بيبقى حلو، لازم تظبطي الدنيا. طبعا مش هوصينا، ما شاء الله كلنا شاطرين وزي القمر. اول حاجه اجيب بصلتين حلوين معايا، بص نص كيلو لحمه مفروم. بس هو مليان دهون شويه، فهنحاول ايه نقلل الدهون دي على قد ما نقدر. نص كيلو لحمه مفرومه، بصلتين كبار حلوين كده، وقرنين فلفل محترمين. ممكن تحطي قرن فلفل حراق هيبقى احلى كمان، بس طبعا عشان خاطر الولاد ما بقدرش احط حراق، بس هيظبط الاكل وهيخلي طعمه كمان احلى بكتير. اول حاجه قطعت البصل والفلفل كله كده في الكبة، وهنضربه ضربة كويسة. انا عايزاه يبقى ناعم جدا عشان هضيفه على اللحمة المفرومة. انا عايزاه يكون ناعم قوي عشان هضيفه، بصوا، على اللحمة المفرومة. هضيفه على اللحمة المفرومة وهبتدي بقى اعجن. انا عايزاكي تعجني بقى، تدخليهم في بعض كده كلهم في بعض. هنحط بهارات ايه بقى؟ هنحط ملح وفلفل اسود ومعلقه بهارات حواوشي. البهارات دي حلوه قوي وبتخلي طعم الحواوشي في حته تانية وريحته في حته تالتة. بس طبعا لو مش متوفر الملح والفلفل الاسود هيكونوا حلوين قوي، ولو كمان في 7 بهارات تبقى حلوه. دايما في كل الفيديوهات بتاعتي بقول ما نكترش البهارات عشان ما تغطيش على طعم الاكل ويبقى كانك بتاكلي بهارات. فهو الحلو قوي رشه ملح ورشه فلفل اسود، مش رشه بقى، تملحي الملح كما يجب، ورشه فلفل اسود، ورشه من بهارات الحواوشي لو متوفره، يعني زي نص معلقه صغيره. عجنتهم كويس قوي بقى. جبت العيش البلدي بقى، انا صحيت من بدري ورحت جبت العيش ده، وتقولي للراجل عيش حواوشي عشان ينقهولك فاتح كده، مش غامق، فلما يتحمر يبقى شكله حلو قوي كمان، زي ما انت شايفه لونه ذهبي كده وجولد مش غامق. اهو ما شاء الله الخلطه بتاعتي جاهزه، والعيش بتاعي انا فتحته اهو من الجنب. لو العيش بتاعك، بصوا ما شاء الله حشيته اهو، بصوا. طبعا الكميه دي على قد ما تحطي، بس يعني اعملي سندوتش كده محترم اللي ياكله خلاص يشبع ويبقى زي الفل. بصوا انا حشيتهم اهو ما شاء الله. يعني شكلهم يفرح. النص كيلو ممكن يعمل لك 10 سندوتشات مرتاحين جدا، فما شاء الله نص كيلو ياكلوا ويشبعوا كمان. بصوا ما شاء الله اللحمه بتاعتي دسمه. اللحمه دي انا اللي فرماها كمان بنفسي، يعني من لحمه العيد وكده، فرمتها وظبطتها ما شاء الله، شكلها يفتح النفس. اهم حاجه بقى نجيب طاسه سخنه جدا. لو اللحمه بتاعتك ما فيهاش نسبه دهون عاليه، ممكن فرشه صغيره كده وتدهنيها بمعلقه زيت من الوش ده ومن الوش ده، تدهني العيش. لكن انا اللحمه بتاعتي ما شاء الله دسمه جدا جدا جدا، فمش هدهنها خالص عشان خاطر ما يبقاش زيتها كتير قوي. وبص ما شاء الله الصينيه دي مش مدهونه اي حاجه. وبروح حاطه العيش بتاعي. بصوا انا جربت احط رغيفين بس للاسف يعني ايه طلعوا كبار شويه، فهختار ايه الرغيفه الصغننه. فزي ما قلنا كده، اهم حاجه تحطي على النار وتضغطي كويس قوي ضغطه كويسه كده على النار. ما شاء الله هو العيش بتاعي اللحمه دسمه جدا، هتبقى كفايه معاكي. زي ما قلنا لو اللحمه بتاعتك مش دسمه، بفرشه وتدهنيه بمعلقه زيت من الناحيه دي ومن الناحيه دي، تدهني العيش طبعا. وبصوا بحاجه كده وتضغطي على اللحمه المفرومه عشان يمسكوا كده في بعض ويعملوا لك طبقه حلوه رفيعه. وكمان عشان العيش بقى ياخد من طعمها كده، ياه، والله من احلى الاكلات فعلا السريعه واللي كل الناس بتحبها. ان شاء الله في مره في فيديو تاني اعمله لكم الحواوشي الاسكندراني اللي هو بنعمل العجينه في البيت. بس طبعا ده بالنسبه اللي احنا اليومين دول بنعمل اكلات سريعه، فالعيش بالنسبه لنا هيبقى احلى بكتير. اظن ما شاء الله الصوره بتتكلم لوحدها ولون العيش بيتكلم لوحده. بصوا ما شاء الله، عشان انت زي ما انا قلت لك تروحي للراجل يختار لك العيش الفاتح، قولي له عيش للحواوشي، هيختار لك عيش فاتح، تيجي تحمريه بقى يطلع ذهبي كده وجميل، ما يبقاش غامق. العين زي ما احنا قلنا دايما ايه بتاكل قبل البق. فما شاء الله اللهم صل على النبي، عملنا شويه بقى اكل تحفه والله بجد، ما خدوش ربع ساعه واقفه في المطبخ. وقدمنا معاه بقى ايه مخلل بلدي كده جميل معمول في البيت، وبتنجان مخلل. والطماطم اللي هناك الحلوه دي انا بعملها ازاي؟ دي طحينه برضه عملتها كده على السريع. الطماطم دي اهم حاجه، طماطم بقطع طماطم مكعبات وبحط عليها شطه كتير، لان زي ما قلت لكم انا بعمل حواوشي بارد عشان الولاد، فبزود الشطه ليا انا بقى.
معلقه شطه كبيره كده حلوه، وليمونه كبيره بعصرها عليها، وشويه خل وبهارات بقى كمون وكزبره، بتبقى طماطم مخلله تحفه تحفه تحفه. جربوا الطريقه دي ان شاء الله وهتدعولي. طبعا لو انتوا وصلتوا معانا لحد دلوقتي، بصوا ما شاء الله اللهم بارك، الصينيه بتتكلم لوحدها بشويه تظابيط بسيطه خليت شكلها يفتح النفس. طبعا لو انتي وصلتي معانا لحد دلوقتي، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. طبعا بنتعب جدا في الفيديوهات، وكلمة حلوة منكم في التعليقات بتفرحنا جدا، ولايك كده بسيط للفيديو يرفع الفيديو ويخلوا ناس كتير اكتر تتفرج عليه. اتمنى ان شاء الله يكون الفيديوهات بتاعتنا بتعجبكم، واتمنى الاكل بتاعنا يكون شكله حلو، والله شكله حلو زي يعني طعمه زي شكله بالظبط. الف هنا وشفا على قلوبكم كلكم، واتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. قناه يومياتي مع ماما نعناع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.